بيبدأ الفيلم في لوس أنجلوس في فترة بيكون بيحصل فيها عدد كبير من جرائم سرقة البنوك بمعدل عملية سرقة كل 48 دقيقة، لدرجة إنهم سموها عاصمة سرقة البنوك. وبنشوف عربية نقل فلوس وفيها حراس وبيقفوا عند محل في الطريق عشان يشربوا قهوة، وبيتفاجئوا بعصابة مقنعة بتهجم عليهم وبيحاولوا يقاوموهم لكنهم بيقتلوا كل الحراس. في نفس الوقت بيقول لهم ماك اللي بيكون واحد من العصابة وبيكون مسؤول عن المراقبة إن قدامهم 30 ثانية بس قبل وصول الشرطة، فبيحاولوا يفتحوا عربية الفلوس بسرعة لكن ما بيقدروش. وفي الوقت ده بتوصل الشرطة وبيبتدوا يضربوا على بعض نار وبيتقتل ضابط وكمان واحد من العصابة، وبينجحوا أخيرا في الهرب وبيروحوا لمخبأ سري. وهناك بيقول لهم زعيمهم إن كل اللي حصل ده كان غلطة وما كانش المفروض إن حد من الشرطة يتقتل، وإن لازم حد منهم يرجع لمكان الحادثة عشان يعرفوا مصير ماركوس زميلهم اللي مات. وبيظهر نيكولاس اللي بيكون ضابط شرطة في قسم الجرائم الكبرى، لكنه بيكون شخص مستهتر وليه تاريخ سيء. وبيوصل بيته الفجر وبيحاول يدخل من الباب لكن بيلاقي الترباس مقفول، فبيدخل من الشباك وبيتفاجئ بمراته اللي بتسأله يا ترى كنت سهران فين لحد دلوقتي، فبيقول لها انه كان في الشغل. فبتقول له فعلا بدليل الرسالة اللي بعتها لي بالغلط بدل ما تبعتها لواحدة تانية. وبتجيب بناته عشان تسيب له البيت وبيحاول يمنعها لكنها بترفض وبتمشي. في نفس الوقت بيجيله اتصال من اسم الشرطة وبيطلبوه للتحقيق في قضية سرقة شاحنة الفلوس. وبيبدأ زمايله من اسم الشرطة انهم يشرحوا له الحادثة وبيقولوا له ان حصل اشتباك بين العصابة والشرطة وواحد من العصابة مات واربعة من الشرطة. وبيقول لهم نيك ان الشاحنة كانت فاضية وان وجودهم ملوش لازمة، لكن بيقول له ضابط المخابرات ان الموضوع فيه سر وبيسأله ليه هيهاجموا عربية فاضية. في نفس الوقت بيكون في واحد من العصابة بيراقبهم من بعيد وبيصورهم، وبيرجع تاني لمخبأ العصابة وبيحكي لزمايله ان في شرطي من قسم الجرائم مسك القضية، ولما بيدوروا على معلومات عنه بيكتشفوا انه نيك اللي اتورط في قضية قتل شاب فلبيني من كام سنة. وفي اسم الشرطة بيبدأ نيك يفكر مع زمايله في احتمالات الحادثة وليه العصابة سرقت شاحنة فاضية، وبيسألهم عن سبب احتفاظهم بيها مع انها فاضية وازاي عرفوا خط سير الشاحنة اصلا مع انها مش مدرجة في القوائم الرسمية. وبيقول لهم انه مشتبه في شاب اسمه ميريمان كان مسجون بسبب سرقة وخرج من 8 شهور. وبيقول لهم انهم لازم يتكلموا مع شخص بيتعامل معاه اسمه دوني. وبيروح نيك للبار اللي بيشتغل فيه دوني وبيحاول يتكلم معاه وبيقول له انه مجرد برمان بيسمع كلام الناس اللي قاعدين لكن ملوش دعوة بحد. وفي وقت ما بيكون طالع من البار بيلاقي نيك واقف ومستنيه وبياخدوا فندق بيكون فيه باقي الضباط وبيبداوا يسألوه عن ميريمان وعن علاقته بيه. وبينكر في الاول وبعدين بيقول لهم انه مجرد سواق بيسوق لهم في عملياتهم وما يعرفش اي تفاصيل عنها، واخرهم عملية سرقة كازينو في الاستاد، وانه اتعرف على ميريمان عن طريق واحد صاحبه اسمه ليفو. فبيصدقوه لكن بيطلبوا منه انه يبلغهم باي حاجة جديدة يعرفها عن خطط. وبنشوف فلاش باك لميريمان اول ما خرج من السجن بسبب قضية سرقة الكازينو، وبتكون صديقته مستنياه وبيقابل باقي العصابة وبيقول لهم العملية المرة دي هيكون مكسبها 30 مليون دولار وان محدش هياخد باله منهم. وبيقول لهم انها هتبقى في البنك الفيدرالي اللي حصلت 53 محاولة لسرقته وكلها فشلت بسبب التأمين الشديد عليه. وبيبدأ يشرح لهم الخطة ان العملية هتكون في البنك الفيدرالي والفلوس دي بتكون قديمة وبيمسحوا الارقام من عليها وبيعدموها وبيرموها في النفايات وهم هيسرقوها قبل ما تدخل مرحلة الاعدام. وبيقول لهم ان محدش هيتتبعها عشان خلاص بتبقى اتسجلت في النفايات، لكن البنك مؤمن بشكل ضخم جدا ومحدش يقدر يدخله من غير تصريح وتفتيش، وان الخزنة موجودة في طابقين تحت الارض وعشان يدخلوا هيبقى من خلال جراج دخول شاحنات نقل الفلوس مش من الباب الرئيسي، وهيحتاجوا يقطعوا الكهرباء عشان يعطلوا الموظفين. وبيعرفهم ان الكاميرات مش بتفصل مع قطع الكهرباء وانهم هيحتاجوا موجات معينة عشان تشوش عليها. في نفس الوقت بيدور نيك في تاريخ العصابة وبيلاقي ان كل جرائم سرقة البنوك في الفترة الأخيرة شبه طريقته، واخرها سنة 2006 لما سرقوا كازينو الاستاد، ومن بعدها ما حصلش عمليات سرقة تاني لان ميرمان كان محبوس وقتها. ولازم يعرفوا هو ناوي على ايه تاني وليه سرق شاحنة الفلوس الفاضية وايه اللي سرقه تاني من الكازينو غير الفلوس. وفي وقت ما كان طالع من مكتبه بيجيله موظف من المحكمة وبيسلمه اوراق الطلاق اللي رفعته مراته عليه، وبيروح نكل بتخت مراته وبيلاقيها بتتعشى مع صديقها هي واختها، وبيمضي على ورق الطلاق لكن بيهدد صديق مراته وبيقول له انه ما يقربش من بناته ابدا. وبيخرج وهو متعصب ومتضايق وبيتنكر دوني في ملابس عامل توصيل طلبات في مطعم صيني قريب من البنك الفيدرالي، وبيدخل عشان يوصل اوردر لموظفين شغالين في البنك وبيسلم كيس واحد وبيخبي الكيس التاني في سقف الحمام وبيخرج. وبيقابل نيك ميرمان وافراد العصابة في مطعم وبيعمل نفسه عارف دوني ان الجيم وبيكلمه، وبعدين بيقول لميرمان انه بيشبه عليه عشان كان بيلعب في فريق منافس ليه زمان وكانوا بيلبسوا نفس رقم 55، لكن ميرمان بيقول له انه يقصد حد تاني. وبسبب تصرف نيك بيشكوا في دوني وبيهددوه، لكن دوني بيقول لهم انه ما قالش حاجة وبيطلب منه ميرمان انه يكمل عادي ويبلغ نيك ان العملية
العملية الجاية هتكون يوم الجمعة، بس ما حددش المكان هيبقى إيه. وتاني يوم بيسهر نيك في مالها ليلي وبيقابل صديقة ميرمان وبيتعرف عليها، وبيروح ميرمان البيت وبيلاقي نيك معاها وبيحاول نيك يستفزه، لكن ميرمان بيبص له ويسكت. وصديقته بتقول له أنا عملت اللي طلبته مني وقلت له إن العملية هتكون في بنك بيكو ريفيرا يوم الجمعة. وبيخرج نيك بسرعة عشان يبلغ زمايله بمكان العملية. ويوم الجمعة بيروح نيك لمدرسة بناته وبيكلم بنته من ورا السور وبيقول لها إنه مفتقدهم جدا وهيرجع لهم قريب. ولما بيرجع عربيته بيبكي عشان اتسبب في تدمير أسرته. وبيروح نيك لمقر شغله وبيبدأ يستعد هو وزمايله. في نفس الوقت بيكون ميرمان وعصابته بيتحركوا من المخبأ بتاعه وبيروحوا البنك اللي قالت عليه صديقة ميرمان في عز النهار. ولما بيدخلوا بياخدوا كل الموجودين كرهائن. وبيطلب ميرمان من واحد من الموظفين انه يتصل بالشرطة ويقول لهم ان العصابة طالبة 10 مليون دولار وطيارة هليكوبتر والا هيقتلوا رهينة كل ساعة. وبتوصل الشرطة المحلية وبتجنن نيك بسبب تغيير الخطة، وما بيكونش قادر يفهم ليه ميرمان بيعمل كده. وفي وقت ما بيكونوا مستنيين الطيارة والفلوس بيسمعوا صوت انفجار ضخم، وبعد شوية بيلاقوا مفيش حركة خالص في البنك. فبيفكر نيك ان في حاجة غريبة بتحصل وبيبدأ يدور على خرائط الصرف الصحي للمنطقة وبيكتشف ان في ممر صرف تحت البنك. فبيدخل بسرعة البنك وبيتفاجئ ان العصابة اختفى. بيعرف ان العصابة خدعته وان هدفهم مكان تاني غير البنك. وبينزل ممرات الصرف وراه وبيكتشف انها بتوصل لحد البنك الفيدرالي. وبيتنكر ميرمان وصديق في ملابس موظفين نقل اموال في بنك بيكو ريفيرا وبياخدوا الفلوس اللي كانت في خزنة البنك وبيروحوا بيها للبنك الفيدرالي كأنها شاحنة فلوس هتدخل. وبيقدروا يعدوا من البوابات وبيكون دوني مستخبي جوه صندوق الفلوس ومعاه جهاز تشويش على الكاميرات. وبره البنك بيقطع بوسكو الكهرباء وبيضطر الامن انه يخرج موظفين عد الفلوس من الغرف لحد ما يشوفوا المشكله فين. وبيستغل دون الفرصه وبيخرج من صندوق الفلوس وبيشوش على الكاميرات في غرفه عد الفلوس وبيبدا في نقل الفلوس اللي كانت هتتعدم لاكياس زباله. وبسرعه بيرجعوا الكهرباء وبيخرج دوني من فتحه التهويه بعد ما بيوقف تشويش الكاميرات. وبيروح دوني للحمام وبياخد الوجبه اللي كان مخبيها وبيسلمها للموظفين وبيخرج من الباب. وبيشك فيه الحارس وبيقول له انه ما شافوش لما دخل، لكن دوني بيقول له انه دخل في وقت شيفت زميله التاني. وبياخد ميرمان صندوق الفلوس وبيخرج بشاحنة نقل الفلوس زي ما دخل. وبسرعة بيروحوا ورا شاحنة النفايات اللي حطوا فيها اكياس الفلوس وبيسرقوها وبيتحركوا بيها لمكتب نفايات المدينة. في نفس الوقت دوني بيخرج من البنك، لكن بيكون نيك وزمايله وصلوا وبيشوفوه وبيقبضوا عليه وبيربطوه في عربية الشرطة. وبيعترف ليهم ان التجمع هيكون في مكتب النفايات. وبيروح نيك بسرعة على مكتب النفايات وبيلاقي ميرمان اللي بيهرب بعربية تانية وبيدخلوا في طريق زحمة والمرور بيقف تماما. فبيضطر نيك ينزل من العربية وبيروح وراهم على رجليه هو وزمايله. فبيشوفوا ميرمان وبيبدأ هو كمان ينزل. بيطلع السلاح اللي معاه وبيحصل اشتباك عنيف بين العصابة والشرطة اللي بسببه بيتقتل ضابط وليفو صديق ميرمان. وبيهرب ميرمان من المكان، لكن نيك بيجري وراه وبيحاصره وبيتصاب ميرمان برصاصة خطيرة في بطنه. وبيحاول يهرب لكن بيضربه بالنار تاني وبيموت. وبيرجع نيك لمكان العربية وبيتفاجئ ان الاكياس اللي كانت في العربية مليانة طوب وما فيهاش فلوس. وكمان دوني هرب من عربية الشرطة. فبيرجع نيك لمكتبه وبيبدأ يبص على صور العصابة وبيفكر ان الفلوس اكيد مع دوني لانه الوحيد اللي باقي منهم هو وماك. وبيروح البار اللي كان شغال فيه دوني، ولما بيسأل عنه بيكتشف انه استقال من يومين، لكن بيلمح صورة ليه متعلقة في فريق كرة القدم وبيطلع هو اللاعب اللي كان في الفريق المنافس زمان. وبنكتشف ان دوني هو صاحب خطة سرقة البنك وكان بيجمع الأدلة بتاعتها من الزباين اللي بيجولوا البار وعرضها على ميرمان اللي عجبته الخطة وقرروا ينفذوها مع بعض. وبنتفاجئ بدوني هو وماك هربوا بالفلوس على لندن وشغالين في بار وبيكرر نفس القصة تاني وبيجمع معلومات من الزباين اللي بيجولوا. وبيخلص الجزء الأول من الفيلم. بيبدأ الفيلم في بلجيكا وتحديدا في مطار انتورب الدولي، وبتدخل سيدة اسمها كليوباترا وبتكون متنكرة في زي مضيف الطيران للفندق الخاص بالمطار، وبتبدأ تجهز أدوات لمراقبة طيارة قربت تنزل في المطار. وبمجرد هبوطها بتبلغ 2 من شركائها يتحركوا بعربيتين شرطة بيكونوا مستخبيين جوه شاحنة نقل ضخمة، وبيتحركوا بالعربيتين وهم متنكرين في شكل ضباط فيدراليين. وبيروحوا لمكان الطيارة وبيقولوا لطاقم العمل إن في اشتباه في وجود قنبلة على الطيارة، وبيسيطروا عليهم وبيعطلوا كاميرات المراقبة. وبيدخلوا بسرعة لمخزن الطيارة وهناك بيدوروا على شحنة محددة برقم وبيفتحوها وبياخدوا منها طرد مقفول. في نفس الوقت بيلاحظ موظف المراقبة ان الكاميرا مش شغالة وبيبلغ دورية الشرطة تروح للطيار وبيقول لهم يعرفوا ايه اللي بيحصل. وبتسمع كليوباترا على لاسلكي الشرطة انهم رايحين للمكان، وبسرعة بتبلغ باقي الفريق عشان يهربوا وبياخدوا الطرد ويتحركوا بالعربيتين بسرعة رهيبة. وبيرجعوا تاني للشاحنة اللي نقلتهم وبيدخلوا فيها وبيخرجوا من بوابات المطار من
من غير ما حد يشوفه، وبيظهر نيك وبيكون في محكمة الأسرة وبيكون معاه أوراق الطلاق، وبيدخل الحمام وبيكون متعصب جدا لدرجة إنه بيكسر المجفف وبيرمي الأوراق، وبيروح لكافيه عشان يشرب حاجة، وهناك بيسمع في نشرة الأخبار عن الجريمة اللي حصلت في مطار بلجيكا، وبيقول المذيع في الأخبار إنها كانت طيارة نقل مال واتسرقت بطريقة احترافية جدا، والعصابة اتنكروا في زي ظباط وسرقوا كمية من الماس قيمتها ملايين، وده خلاه ينتبه للخبر ويتشد إنه يعرف تفاصيل أكتر عنه. وبنروح لفرنسا وهناك بيوصل دوني بالفلوس اللي سرقوها من البنك الفيدرالي، وبيقابل في المطار العصابة اللي سرقوا المال، وبيركب معاهم عربية وبيدوله سلاح، وبتقول له كليوباترا إنه هيتنكر في شخصية بائع ماس فرنسي وأصوله من كوت ديفوار باسم جاي، وبيسألها لو جهزوا له شقة كويسة، وبتقول له كليوباترا إنهم جهزوا له مكان قريب من البورصة وهيقابل موظفة في البورصة بتبيع بضاعة متهربة، وبتقول له إنها هتوفر له مكتب في البورصة عشان يقدر يبيع المال، وبتأكد عليه إنه يكون مستعد للمهمة كويس. وبنعرف إن دوني غير اسمه وسمى نفسه جان، وبيطلع الشقة اللي اختاروها ليه وبيبدأ يتابع منها مداخل ومخارج البورصة. وفي الوقت ده نيك بيروح لصديقة ميريم اللي استخدمها عشان يعرف خطتهم في الجزء الأول من الفيلم، وبياخدها من الملهى الليلي اللي بتشتغل فيه وبيروح بيها لشاحنة بعيدة، وبيسألها عن المكان اللي ميرمان ودوني كانوا مخططين يروحوه بعد عملية سرقة البنك الفيدرالي، والمكان اللي كانوا مخططين إنهم يخبوا الفلوس فيه، وبيهددها إنه ممكن يقتلها، وبتوريه صورة ليه وهو في علاقة معاها، وبتقول له إنها ممكن تنشر الصورة دي لو فكر يأذيها، وساعتها هتبقى سمعته هو وبناته سيئة، وبتعرفه إنها ممكن تقول له دوني راح فين ومكان الفلوس بشرط إنها تاخد نصيب ميريمان واللي بيكون 7 مليون دولار، وبيوافق وبيطلب منها تقول له مكان الفلوس، وبتقول له إنها في بنك بنما. وجان بيروح عشان يقابل كليوباترا ومعاها موظفة البورصة اللي اسمها شافا، وبتسأله شافا عن بلده وأصول عيلته، وبيقول لها إنه منبهر إنها عارفة كل المعلومات دي عن بلده، وبتقول له إنها قابلت تجار ماس كتير من أفريقيا، وبتسأله عن الحاجة اللي عايز يبيعها، وبيوريها جان عينة من الماس اللي سرقوه، وبتنبهر لما تشوفه وبتسأله جابه منين، وبيقول لها إنه ورث عن طريق عيلته. فبتقول شافا لكليوباترا إنها تقدر تمشي وإنهم هيكملوا شغلهم سوا. تاخده شافا لمقر بورصة الماس العالمية، وعلى البوابات بيكون في تفتيش مشدد جدا، ولما بيكشفوا عن هويته بتكون هوية سليمة وبيقدر يدخل معاها بسهولة. وفي طريق الدخول بيبدأ جان يبص على أماكن كاميرات المراقبة وعدد الحراس وأماكنهم، وبيلاحظ واحد من الحراس إن جان جديد على المكان، وبيقول لزميله يخلي عينه عليه، وبيدخلوا مقر البورصة وبتعرفوا شافع على مدير تنظيم مقر البورصة واللي بيسأله عن البضاعة اللي معاه. فبيفتح جان شنطة كبيرة فيها مساء، والراجل بياخده وبيقول له اتفضل استلم مكتبك. فبيسأله جان عن نظام تأجير مساحة في الخزنة الرئيسية، لكن بيعرفه إن مفيش أي أماكن متاحة دلوقتي. وبيخرج جان من المكان وبيقابل كليوباترا وبتسأله إيه الأخبار، فبيقول لها إنه قدر ياخد مكتب وإن مفيش مكان متاح في الخزنة دلوقتي، فبتقول له إن دي مشكلة كبيرة، لكن بيقول لها إنه هيتصرف. وبنروح لجزيرة في البحر المتوسط وبيكون مكان إقامة زعيم من زعماء المافيا، وبيكون عايش في مكان بعيد وعليه حراسة مشددة واللي لقبه بيكون الأخطبوط. وبيدخل المساعد بتاعه وبيقول له إن في مشكلة حصلت، وهي إن الماس اللي استثمر فيه بكل فلوسه اتسرق امبارح من الطيارة، وزمانه بيتباع في بورصة الماس في فرنسا. وبيرد عليه الأخطبوط وبيقول له إنه لازم يلاقي الماس ده بأي طريقة، وبيعرض جان وشافا الماسات على خبير تسعير وبيبدأ يفحصهم وبيقول لهم إنهم ماسات نقية جدا. وفجأة بيلاقي حاجة وقعت من غلاف ماسة منهم لونها بامبي، وبيكتشفوا إنها شريحة تتبع محطوطة معاها، فبتاخد شافا الشريحة وبتتخلص منها. وبيقول لهم الخبير إن الماسة الكبيرة ممكن تتباع بمبلغ أكتر من 5 مليون دولار، ولو هتبيعوها بسرعة اخصموا 45% منها، ولو عايزين تمنها كاش هتخصموا 55% من السعر ده. فبتسأله شافا لو عنده حساب خارجي، فبيقول لها جان إن أكيد عنده، وبتقول له إن الماسة مش معاها شهادات ضمان وعشان كده هاخدها منك ب4 مليون دولار. فبيقول لها جان إنه مش هيقبل بأقل من 5 مليون، وبترد عليه شافا وبتقول له إن ده العرض اللي عندي ومفيش غيره. فبيوافق جان وبيطلب تحويل المبلغ على حسابه، وبيخرج جان من المكان وبيقابل 2 من أفراد عصابة كليوباترا، وبيروحوا المقر سري بيتقابلوا فيه، وبتقول لهم كليوباترا إنها اشتغلت معاهم كلهم بس كل واحد منهم لوحده، وأنا دلوقتي جمعتكم عشان هنعمل مهمة كبيرة، والمهمة هتكون سرقة بورصة الماس العالمية واللي متوقع إنهم هيطلعوا منها بمبلغ 850 مليون يورو، وبتديهم خطوط تليفونات خاصة وبتقول لهم دي هتكون وسيلة التواصل بينا، وبتبدأ توزع عليهم المهمات. الشخص الأولاني اللي اسمه فك للمهمات اللوجستية، وماركو للعربيات والنقل، ودراجن هيكون مسؤول عن الخزنة والدخول، وسلافكو بيراقب الاتصالات. وبيسألوها عن جان، بتقول لهم إن جان مهمته الاستطلاع والتخطيط. فبيسألها واحد منهم على جان وبيقول لها إيه لازمته معانا، وبيرد
بيرد عليه جان وبيقول له إن دي مهمته وإن هو اللي بيدفع الفلوس، وبتقول لهم كليوباترا إن جان واحد من أفضل اللصوص في العالم وهيكون عاملنا جوه بورصة المال ويا ريت تتفاهموا بشكل أحسن. وبيبدأوا يطلبوا من جان يسجل لهم كل حاجة عن المكان زي المداخل والمخارج والأمن ومقاسات الخزنة، وبتقول لهم كليوباترا إن العملية لازم تتم يوم الأحد عشان هيكون آخر يوم في الشهر وهيكون في ماتش مهم وقتها. وبيسافر نيك لفرنسا وبيوصل مطار نيس الدولي وبيروح يقابل صديقه هيو اللي بيشتغل ضابط في وحدة تحقيقات خاصة في الشرطة، وبيعرفه على باقي زمايله في الوحدة وبيبدأ يشرح له عن تفاصيل العصابة اللي شاكين فيها، وبيقول له إن اسمها عصابة بنسر وإنهم من جنسيات مختلفة وإن أغلبهم مجندين سابقين وإنهم بيجندوا سيدات معاهم وبيكونوا بيشتغلوا عارضات أزياء أو لاعبين من أوروبا، وده بيخلي معارفهم كتير ولو حد اتقبض عليه منهم مش بيبلغ عن الباقيين لأنهم ما يعرفوش بعض أصلا. وبيسألهم عن زعيمهم وبيقولوا له إن اسمه سلوبيدا وإنه تاجر سلع مسروقة وإنه يعرف كل تجار المجوهرات في إيطاليا ومسؤول عن أغلب عمليات السرقة في أوروبا وبقالهم أكتر من 10 سنين بيحاولوا يقبضوا عليه. فبيقول لهم إنه شاكك في دوني اللي هرب من عملية سرقة البنك الفيدرالي لأن طريقة تنفيذ العمليات متشابهة وبسبب إن دوني بشرته سمرا بيحس نيك إن شكه في محله. وبيسألهم عن تسجيلات الكاميرات اللي في بنك بنما وبيبدأوا يفرجوه على تفريغ الكاميرات، وبيلاحظ نيك وجود دوني في لقطة من اللقطات وبيسأله هيوجو لو هو ده دوني، لكن الغريب إن نيك بينكر وبيقول له إنه مش هو وبيبتدي يشكرهم وبيقول له هيوجو لو احتجت مساعدة تاني كلمني. وبيبدأ جان يجهز للعملية ويدرس الطريق اللي ممكن يهربوا منه وبيكون معاه 2 من العصابة وبيوروا له طريق في الجبال وبيقولوا له إنه طريق مفهوش كاميرات خالص ولا حتى شبكة موبايل، وبيطلب منهم يشوف العربيات اللي هيستخدموها لكن بيتريقوا عليه بلغتهم عشان ما يفهمش منهم حاجة لأنهم بيكونوا شايفين إنه أقل من إنه يكون زعيمهم. وبيروح جان ومعاه كليوباترا لمالها ليلي وهناك بيبعت جان لكليوباترا مواصفات شخص قاعد على البار واللي بيكون واحد من الحراس اللي شغالين في بورصة المال وبيقول لها إنها تستخدم طريقتها، وبتروح كليوباترا تتعرف عليه وتاخد رقمه وبتقدر تدخل برنامج على موبايله. وبيخرج جان مع واحد من العصابة اللي بيقدر يهكر تليفون الحارس من خلال البرنامج اللي دخلته كليوباترا. بيرجع جان لبيته وبيتفاجئ بشخص مستنيه جوه والشخص ده بيبقى نيك اللي بيقدر يوصل لمكانه وبيدخل يستناه. فبيتصدم جان لما يشوفه وبيبقى مش عارف يتصرف ازاي، فبيقول له نيك ما تقلقش وانه مش هيعمل له حاجة. وبيرد عليه جان وبيعرفه انه ملوش اي سلطة هنا، وساعتها بيوريه شارة الشرطة الفرنسية اللي بيكون خدها من صديقه هيوجو. فبيقول له جان انا ما سرقتش البنك الفيدرالي. فبيرد عليه نيك وبيقول له انا محتاجك في حاجة اهم. فبيطلع جان سلاحه وبيحاول يضرب بيه لكن نيك بياخده منه بسرعة وبيبتدي يهدده وبيقول له انه زهق من لعب دور الصياد. فبيقول له جان انه عارف انهم طردوه من الشرطة، فبيرجع له نيك السلاح بتاعه وبيقول له انا عارف انك هتسرق سوق المال وانه عايز يشاركه في العملية دي وعايزك ترتب لي ميعاد عشان اقابل باقي العصابة. وتاني يوم بيروح نيك عشان يقابل جان، وبعد شوية بتيجي كليوباترا وبتسأله اتعرفت على جان ازاي، فبيقول لها جان انهم اتعرفوا على بعض في السجن وباقي العصابة بيكونوا واقفين في مكان قريب منهم. وبعد شوية بتمشي كليوباترا وبيقولوا لها افراد العصابة ان شكله ظاهر، بتقول لهم ايه المشكلة وان كلنا كنا ظباط. بيطلبوا منها يعملوا له اختبار الاول، وبيروح جان لمكتبه في بورصة المال وبيقابل شافة ويقول لها انه محتاج مساحة في الخزنة. فبتسأله عايز مساحة قد ايه، وبيقول لها حوالي 3000 ايراد. فبتقول له شافة انها موافقة بس بشرط انهم يقسموا ايجار الخزنة، وبيوافق جان. وبيوصل مساعد الاخطبوط لمدينة نيل وبيستعين بمجموعة من المجرمين اللي في المدينة عشان يعملوا تتبع للشريحة اللي كانت في المال. فعلا بيقدر واحد منهم يوصل لجان وهم في البورصة ويصوروا. وبالليل بيروح نيك عشان يقابل باقي العصابة وبيعزموا عليه بخمور عشان يختبروه ويشوفوه هيشرب معاهم ولا لأ. وبيسكر نيك وبيبدأ يقرب من كليوباترا وده بيخلي واحد منهم يتضايق لأنه كان صديقها قبل كده، وبتحصل بينهم خناقة وبيضربوا بعض. وبتيجي الشرطة للمكان وبتخرجهم كلهم منه، وبعدها بيمشي نيك ومعاه جان في الشوارع وفجأة بيظهر 2 من رجالة الأخطبوط وبيقبضوا عليهم وبيتحركوا من المكان بسرعة وبيروحوا لمنطقة ساحلية بعيدة وهناك بياخدوهم على يخت. وبيسألهم مساعد الأخطبوط عن الماس اللي سرقوا جان وبيقول له لو مرجعتوش هنقتلك، وبيرموهم في البحر وبيسيبوهم ويمشوا.
وساعتها نيك بيزعق له وبيقول له انت مجنون وازاي تسرق ماس من المافيا. جان بيقول له انه ما كانش يعرف، وبيبداوا يعوموا في اتجاه الشاطئ لحد ما بيوصلوا بصعوبة. وساعتها نيك بيقول له انه منسحب من العملية وانه مش هيدخل في مشكلة مع المافيا عشان ممكن يوصلوا لعيلته ويأذوه. فبيرد عليه جان وبيقول له انت اللي جيت لي اصلا. وبعدها بيروح نيك لبيت جان، وهناك بيكون باقي العصابة موجودين ما عدا شخصين وبيكونوا انسحبوا من العملية. وواحد بيقول له ان سوق الماس ملوش غير مدخل ومخرج واحد ومفهوش اي ابواب جانبية، وكل حتة في المكان متراقبة بكاميرات، ومفيش غير مكان واحد اللي مش هياخدوا بالهم منه. وبيرد عليه نيك وبيقول له انه اكيد الصوت، وبياخدوه لمقرهم السري وبيبداوا يشرحوا له تفاصيل العملية. وبيقول له جان ان في 127 كاميرا مراقبة في المكان، وبيتعرضوا على 10 شاشات في غرفة المراقبة، وبالتالي بيتعمل تبديل بين الكاميرات كل 10 ثواني، وفرصتنا في الحركة هتكون في الثواني اللي بين تبديل الكاميرات. لكن المشكلة ان مفيش حد مسموح ليه بدخول خزنة البورصة غير اصحاب الخزن او حد من الشرطة. وهنا هيجي دورة، فبيسألهم نيك هنبدأ العملية امتى، وبتقول له كليوباترا دلوقتي حالا. وبيروح جان لبورصة الماس ومعاه نيك اللي بيتنكر في شخصية الحارس الشخص الجان، وبيقابله شافا وبيقول لها جان ان نيك هيكون معاها في تسليم البضاعة للخزنة، وبتقول له ان ما عندهاش مشكلة لكن يجي بكرة الساعة 8 الصبح عشان عندها مواعيد تانية. وتاني يوم الصبح بتبدأ كليوباترا تجهز نيك لمهمته، وبتديله بدلة يلبسها، وبتقول له ان فيها كاميرات تسجيل صغيرة، وبتقول له يخلي باله كويس عشان ما يبوظش العملية. وبيوصل جان ونيك للمكان، وبيطلب حارس الامن هوية نيك، وبيسمحوا له بالدخول من غير تفتيش لانه ضابط سابق. وبيستلم شحنة الماس من جان وبيتحرك بيها مع شافا. وبيبدأ نيك يلاحظ كاميرا في المكان ارتفاعها عالي، وبيدخل الخزنة مع شافا، وبتبدأ تنقل الماس للصندوق الخاص بيها، وبياخد باله ان الماسة بتاعة المافيا موجودة في الصندوق. وبتكون كليوباترا وباقي العصابة بيراقبوا المكان عن طريق الكاميرات اللي في بدلة نيك، وبيقولوا له ان الكاميرا اللي في الممر هتكون مشكلة لانها عالية وثابتة طول الوقت. وبيرجع نيك لمكتب جان وبيقول له انه شاف الماسة بتاعة المافيا في الصندوق وانهم لازم يرجعوها. ودراجن بيقدر يلاقي طريقة للتشويش على الكاميرا اللي في ممر المخزن عن طريق بخاخ بياخده مع نيك اثناء دخوله للخزنة، وبيرشه على الكاميرا ويعطلها. وفي يوم العملية كليوباترا بتكون بتراقب البورصة، وبتبلغ باقي العصابة عشان يستعدوا، وبتقول لواحد من العصابة انها هتقابله عند المخرج بالشاحنة. وبيتحركوا من المقر السري ويروحوا للمبنى اللي بيكون قصاد بورصة الماس، وبيدخلوا من جراج المبنى وهم ملثمين، وبيسيبوا العربية في الجراج ويطلعوا لسطح المبنى، وبيبدأوا يعملوا عمود يوصلهم بسطح مبنى البورصة، وبيطلعوا عليه واحد ورا التاني، وبيفتحوا باب سلم السطح. وبتبدأ كليوباترا تتابع معاهم الفترات الزمنية اللي بين ظهور الكاميرات على شاشة المراقبة كل 10 ثواني، وفي كل مرحلة بتديهم الإشارة الخضراء عشان يتحركوا. وبيوصلوا للأسانسير وبيفتحوه، وبينزلوا من خلاله لحد الدور الأرضي اللي بيكون فيه الخزنة عن طريق حبال. وبيوصلوا للممر اللي قدام الخزنة، وبيتحركوا بهدوء لحد آخر الممر، وبيقدروا يفتحوا باب الخزنة عن طريق جهاز بيفك شفرة الرقم السري. وبيبدأ نيك يفتح الصندوق اللي شاف الماسة بتاعت المافيا فيه، لكن بيتفاجئ إنها مش موجودة، وبيكون مفيش أي أثر ليها في المكان. وبتقول لهم كليوباترا إنهم لازم يخرجوا بسرعة، وبيبدأوا يلموا أكبر كمية ممكنة من المجوهرات والفلوس. وفي وقت ما بيكونوا طالعين على آخر لحظة بيلاقي جان الماسة بتاعت المافيا، بياخدها بسرعة ويخرجوا من الخزنة وبيستخبوا فوق الأسانسير. بينزل البواب للخزنة وبيتأكد إن كل حاجة سليمة، والعصابة بيطلعوا تاني لحد السطح ومعاهم شنطة مليانة فلوس، وبيطلعوا واحد ورا التاني. وكليوباترا بتعرفهم توقيت تغيير الكاميرات بنفس الطريقة اللي دخلوا بيها، وبيبدأوا يعدوا لسطح المبنى اللي قدام البورصة لحد ما بيجي دور نيك اللي بيتكسر العمود على حظه، وبيقع جزء منه في الشارع، وبيفضل نيك متعلق بالجزء التاني. والحراس بيسمعوا صوت العمود اللي وقع، وبيروح الحارس اللي هكرت كليوباترا موبايله عشان يشوف ايه اللي حصل. وبسرعة بتبلغ كليوباترا باقي العصابة انهم لازم يختفوا، وبيتحرك نيك تاني على سطح مبنى البورصة، وبيرمي الشنطة اللي معاه لباقي العصابة، وبيدخل بوابة سلم السطح. في نفس الوقت الحارس بيكون على السلالم، ونيك بيكون نازل لكن بيقدر يستخبى منه. والحارس لما بيطلع على السطح بيلاقي كل حاجة سليمة ومفيش أثر لأي شخص خالص. وباقي العصابة بيرجعوا لجراج البيت اللي قدام مقر البورصة، وبيتحركوا بالعربية اللي دخلوا بيها، وبيلاحظها واحد من حراس مقر البورصة، وبيستغرب ازاي ما خدوش بالهم منها وهي داخلة. وبيتحبس نيك جوه مقر البورصة وبيبقى مش عارف يخرج منين لحد ما بيقابل واحد من أفراد أمن المكان، فبيضطر يضرب عليه نار عشان يعطله.
يوصلوا، لكن إصابته بتكون بسيطة وبيسمع الحراس صوت ضرب النار، فبيشغلوا صفارات الإنذار وبينجح نيك أخيرا إنه يلاقي شباك فبيقدر يخرج منه، وبيبلغ باقي العصابة إنهم يستنوه عند الجانب الشمالي، وبينط من الشباك وبيركب معاهم العربية بسرعة وبيخرجوا من المكان. لكن حراس مقر البورصة بيشوفوا أرقام العربية وبيبلغوا الشرطة عنها، والعصابة بيوصلوا لجراج البيت اللي كان ساكن فيه جان، وبتقابلهم هناك كليوباترا وبينقلوا جزء من شنط المجوهرات والفلوس لشاحنة تانية، وبيبدأ جان يغير أرقام العربية اللي هربوا بيها، وبيتحرك جزء من العصابة بالشاحنة والباقي بيتحركوا بالعربية. وفي مقر البورصة بيروح البواب ومعاه مجموعة من الحراس عشان يطمنوا على الخزنة، وبيتفاجئوا إنها اتسرقت بالكامل تقريبا وكل الصناديق اللي فيها مفتوحة، فبيبلغوا الشرطة إن المكان اتسرق وبيديلهم مواصفات وأرقام العربية اللي شافوها. وعلى الطريق بيتحرك جان ومعاه نيك وبيكونوا في اتجاه إيطاليا، لكن بيتفاجئوا بعربيات ماشية وراهم وبتهجم عليهم، فبيقول لهم نيك يجهزوا أسلحتهم، وبيكتشفوا إنهم الشخصين اللي انسحبوا من العملية وقرروا إنهم يغدروا بالعصابة، وجمعوا مجموعة تانية من المجرمين عشان يهاجموهم بعد تنفيذ العملية ويسرقوا منهم كل المجوهرات. وبتحصل مطاردة عنيفة بينهم وبيبدأ نيك يضرب عليهم نار، لكن بيتصاب وسط الضرب وبيقدر أخيرا يدمر واحدة من عربياتهم، وبيكملوا المطاردة لكن عربية جان بتيجي فيها رصاصة وبتخبط في جنب الطريق فبتقع، وبيتفاجئوا بحد من فوق الجبل قتل ماركو ورجالته، وبيخرج نيك من العربية عشان يشوف مين اللي أنقذهم، فبيلاقيهم أفراد المافيا وبيسلمهم جان الماسة بتاعتهم، وقصادها بيدوهم عربية يتحركوا بيها بدل عربية جان اللي اتدمرت في المطاردة. ولما بيوصلوا إيطاليا بيجمعوا كل المجوهرات والفلوس وبيبدأوا يعدوها عشان يقسموها، بس فجأة بيدخل عليهم قوات خاصة من الشرطة وبيقبضوا عليهم كلهم ومعاهم نيك، لكن بيظهر هيوجو صديقه اللي بيفكه، وبنكتشف إنه كان متفق معاه من البداية عشان يوقعوا العصابة كلها. لكن نيك بيبان عليه إنه مش مبسوط، وفي سجن مدينة نيس في فرنسا بيروح نيك عشان يزور جان، فبيشتموا جان وبيقول له إنه خدعهم، لكن نيك بيقول له إنهم كده متعادلين، وبيسألوا جان إذا كان راضي عن نفسه، فبيقول له إن الغريب إنه مش حاسس إنه مبسوط، لكن النمر هيفضل نمر ومش هيعرف يغير جلد. وقبل ما يطلع من المكان بيقول له نيك وبقى خليك في الكرسي الخلفي على الشمال. وأثناء ترحيل جان من السجن بيتفاجئ بمجموعة من المسلحين وبيهجموا على عربية الترحيلات وبياخدوه بيروحوا عند مقر الأخطبوط، فبيفكر جان إنهم عايزين يقتلوه، وبيقول له الأخطبوط لو عايز أقتلك كنت قتلتك من زمان، لكن طلبت أقابلك عشان أعرف إزاي قدرت تسرق الماسة بتاعتي وإنك دلوقتي هتشتغل لصالح. فبيسألوا جان عن الخطوة اللي جاية وبتيجي لنيك رسالة من جان، فبيبتسم نيك وبيكون مبسوط إن باقي العصابة خرجوا كلهم، وبيخلص الجزء التاني من الفيلم.